يسعد أوقاتكم. بفيديو اليوم بدي أعمل رز المندي بطريقة سهلة وبسيطة وناجحة، وتعتبر هاي الأكلة من أطيب الأكلات. وهلأ بنسمي بالله بنبدأ الفيديو. بسم الله على بركة الله. هون عندي 3 فخدات بدي أعمل لهم التتبيلة اللي بدي أتبلهم فيها. حطيت معلقة ملح، ربع معلقة من الفلفل، حطيت بابريكا كمان ربع معلقة وكاري. وهون عندي البهارات الخاصة بالكبسة اللي هي صفار البيض وكمان صفار الزعفران، هدول متوفرين عند أي عطار. كمان حطيت من كل شي ربع معلقة، بخلطهم مع بعضهم وبحط لهم شوي من الزيت الأبيض النباتي، كمان برجع بخلطهم مع بعضهم وبضيفهم فوق الفخدات وببلش تبلهم. بهالطريقة بدعكن كتير منيح منشان توصل التتبيلة لكل فخدات. البهارات الخاصة بالمندي كتير بتعطي لون حلو. هلا هون بطنجرة فيكن تدخلوها على الفرن. أنا هون عندي طنجرة ألمنيوم. حطيت شوي من الزيت الأبيض النباتي وبصلة مقطعة وكم سن توم، شي 5 سنان توم، وعندي هون قرن حار كمان حطيت، وحبتين لومي. هون كمان عندي فلفل حاب حطيت، ورق غار، وعيدين قرفة. هون عندي رز بسمتي، هذا الرز الخاص بالكبسة، غسلته ومصفيته. عندي حطيت كاستين وغمرتهم بالمي. المي لازم تغمرن 1 سنتي. بعدين بغلفهم بورق الألمنيوم أو الفويل بيقولوله أو القصدير. المهم غلفتهم كتير منيح وحطيت ورق الزبدة. حطيت ورق الزبدة بثقبهم هيك مع ورق الزبدة مع الألمنيوم بواسطة سكين بهالشكل، وبعدين بضيف فوقن الفخدات المتبلين. حاولوا انه تكون الطنجرة هيك تمة واسع منشان توسع كمية الفخاد. بعدين حطيت ورق زبدة وبغلفهم، برجع بورق الألمنيوم بدي ادخلهم على الفرن. الفرن شغال من فوق ومن تحت على درجة حرارة يعني 170. وهلا عبين ما تستوي معنا الكبسة رح بعمل صوص الدقوس. حطيت هنا حبة بندورة، فليفلة، سنين توم، هي شو اسمه مو 7 بهارات، شو اسمه كزبرة يابسة، وحطيت ليمون شوي وملح. هون كمان عندي عرقين بقدونس وبخلطهم مع بعضهم، بحطهم بالزبدية. هذا أطيب صوص دقوس ممكن تجربوه، كتير كتير طيب، بنصحكم تجربوه مع الكبسة ومع المندي. هلأ هون طلعت طنجرة المندي، قمت عنا ورق الألمنيوم وبدي أرجع أدخلها على الفرن بس لحد. وهلأ هون بعد ما طلعتهم من الفرن وكانوا أخدين هذا اللون اللي كتير بشهي، بدي أقيم الفخدات لفرجيكن الرز. قمتن هيك حطيتهم على صينية والرز هيك كان مستوي بهذا الشكل. الرز مستوي على البخار. وهلأ هون بدي أحط لهم فحم منشان إنه يتدخنوا. هون عندي فحم كنت عملته على الغاز، حطيت ورق ألمنيوم ورح بلش هيك بملقط حط الفحمات بقلب ورقة الألمنيوم. بعدين بدي أضيف لهم هيك نقطة زيت وغطيهم بورق الألمنيوم. برجع بغلفهم منيح، بحط صينية فوقهم ومنشفة، بغطيهم كتير منيح مشان تعبي الريحة بهذا الشكل. وهون هلأ هيك بعد ما سكبتهم بجات وحطيت فوقهم الفخدات طلعوا عندي بهذا الشكل اللي بشهي. الرز كتير كتير طيب، انه هيك بتحسه انه شي تاني يعني مختلف عن الرز العادي. هون كمان صوص الدقوس. وهذا كان غدانا لليوم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.